neither of which are his usual suspects. Armani, of course, excelled himself with those Smurf hats. I thought it was like that woman in Mars Attacks. You know the one. مكالمة من فرنسا. رامي يا ابو قلبي، رح افتح السبيكر مشان كلياتنا نحكي. He's over 70. اهلين يا عمري. Maybe he doesn't have مساء الخير. years yet left, and he perhaps مساء النور. wants to, رامي موجود؟ you know, make every collection مين عم an يحكي؟ absolute sort of blockbuster. أنا صاحبه مرسي. Crammed with ideas just in case. انت المصري اللي سكنت معه هالسنة. اهلين يا ابني. على كل مزحتك مقبولة. اعطيني رامي لاحكي معه، بعرف انه قاعد جنبك. Do you feel it was successful in that? أنا آسف يا مدام، بس رامي مش معايا. لكن وينه؟ متأكدة إنه مش عندك؟ حبيبي أنا عندي ضيوف ومو فاضيت لك لو سمحت. يا مدام رامي مختفي بقاله شهرين. شو؟ رامي ساب الكلية وساب البيت اللي ساكنين فيه بقاله شهرين، والنهاردة طلع قرار فصله من الكلية. أنت شو عم تقول؟ شو عم تخبص؟ بصراحة أنا وزملائي ما خليناش حتة ما سألناش فيها عنه، ملوش أي أثر. أنت عم تحكي عن رامي ابني؟ رامي أيوب؟ للأسف. فصلوه من الكلية، مو بقيان له غير 6 أشهر لحتى يتخرج؟ أنا افتكرت رجع سوريا. ما شفته، ما شفناه. يبقى لسه بفرنسا، بس مش عارفين فين. لك ليكونوا قتلوه. لا هو لما ساب البيت قال إنه هيسكن مع طالب لبناني اسمه طوني، بس طوني ما شفتوش. يعني وين بده يكون راح؟ أنا آسف إنك سمعتي الخبر مني، بس أنا كنت قلقان عليه وحبيت أطمن. تطمن على شو؟ على خراب بيتي؟ خبرتوا الشرطة عندكم؟ الحقيقة لا. ليش ما خبرتوهم؟ وحضرتك ليش ما اتصلت فيي قبل هلا؟ كان عندنا أمل يرجع. شهرين بيغيب وهلا بتخبرني؟ راح الولد، راح الولد. يعني هالسنة ما راح يتخرج، كل تعبي معه راح على الفاضي. هدي حالك شوي وخلينا نفكر. شو بدنا نفكر؟ انه حدا خطفه، قتله؟ هديك البلاد يا بنتي، هديك البلاد حضارية وما لازم نصدق الافلام اللي عم نشوفها. عمي لا تزعلي مني، بس بركي حب شي وحده وترك الجامعة مشانها وابصر هو وياها وين هلا. يعني ياما بنسمع حكاية عن الطلاب بالغربة. رامي بيحبك وما ممكن يبيعك بكل بنات العالم. بعدين مو ابني اللي بيترك دراسته من شان بنت، مو رامي. أنا مربيته على الأخلاق والفضيلة وهو متفوق من صغره. أنا آسفة، المهم يجينا خبر منه يطمنا. أنا ماما لا تخافي علي حبيبتي، أنا صرت رجال من زمان. مو قبل ما زوجك وشوف أولادك وأنت رافع راسي. هلا رامي اللي أنت بتعرفيه عم يتغير شيء؟ صدقيني هذا أنا ما رح أتغير، والشيء اللي زرعتيه بقلبي رح تحظيه. يعني أنت حاسس حالك قد الغربة، قد العيشة ببلاد ما بتعرف حدا فيها؟ حبيبتي صدقيني مثل ما أنا عايش هون تحت نظرك رح كون هنيك تحت نظرك كمان. صدقتك حبيبي، صدقتك. عدموه مثل ما بيعدموا المجرم.
يا رب يكون بالبيت. الو، مرحبا يا ابني، أنا أم رامي، بس ما أكون فيقتك من النوم. ولا يهمك، بس على الله تكونوا سمعتوا حاجة عن رامي. لا، ما سمعنا شيء، بس أنا بدي أسألك سؤال وبترجاك إنك تكون صريح معي. تفضلي. رامي كان يعرف بناته وأنتوا عم تدرسوا؟ كلنا بنعرف بنات، زميلاتنا في الجامعة. قصدي كان يعرف بنت معينة يروح هو وياها لحالهم؟ كان ابنك مش من النوع ده، ابنك خجول قوي، خاصة مع صنف الستات. يعني ما ممكن يكون حب وحدة وهي اللي خلته يترك البيت والجامعة؟ أنا شخصيا معرفش إن كان ليه علاقة بواحدة تانية ولا لأ. حتى لو كان يعرف واحدة مش هيخلي حد يعرف. ابنك كان منطوي على نفسه شوية وملوش أصحاب كتير. منطوي على نفسه؟ قصدي ما كانش اجتماعي زي بقية الطلبة. يعني ما في احتمال انه تكون في بنت بالنص؟ حقيقي معرفش، بس أنا ما أظنش إنه رامي اللي كانت الكلية كل حياته يجي في آخر سنة له ويسيب كل حاجة عشان بنت. ما أظنش. ريحت لي قلبي، الله يريح قلبك. مش هيرتاح قلبك إلا لما نعرف هو فين. دخيلك يا سيد مرسي، إذا سمعت عنه أي شيء رجاء اتصل فيه وأنا ببعت لك حق المكالمة. عيب يا مدام، رامي برضو كان زي أخويا. تسلم يا ابني، تسلم، كلك ذوق. الله معك، مع السلامة. كان منطوي على نفسه؟ إذا سألتك عني عمي قلي لا اجت رفيقتها نوال واخدتها معها. بس رفيقتك نوال ما اجت. ايه ولا حتجي، انت قلي لها هيك. يعني اكذب؟ ايه يا ستي كذبي. مع انه الكذب حرام. هلا لا تلاقي لي قلبي، إذا دريت عمتك رح تزعل وهي مو ناقصها، أنا لازم لاقي شغل. ايه ما عم بتلاقي؟ أنا لوين رايحة؟ رايحة مع رفيقتك نوال على السوق. ايه تعي اقفلي الباب وراي. فليها. سامحني يا ربي لاني بدي اكذب. الو، اهلين استاذ سمير، عم اشتغل هلا. طيب شي ساعة بكون بالدائرة، مع السلامة. اه
تفضل. أهلين. أهلين ست سلمى. كيفك؟ تمام مش لك. شو جاي غصبا عنك ولا في شي زعجك؟ خير، ليش بدك ياني ضروري؟ لأنه لو ما بستخدم كلمة ضروري حضر جنابك ما بتشرفي. وقت اللي بيكون في عندي شغل بشرف بدون كلمة ضروري. ما بدك شي، بعتت وراي بس لحتى تشوفني. مزبوط، لأني اشتقت لك. لك عم بمزح معك شو بكي؟ تفضلي هذه ولو معقول ايش قدك لاقيني؟ استاذ سمير، انا مو رايقت لك، بقى الله يخليك احكي. يا ستي ما راح احكي قبل ما اعرف شو اللي قلب خلقتك هيك. تسمحي لي اتوقع شو اللي قلب خلقتك. اكيد شي رجال هيك مقلل ادبه معك. طيب متخانقه مع حدا؟ متخانقه مع حالي. احكي شو في؟ سلمى بجد انا لازم اعرف شو بكي بالاول. سلمى انت بحياتك ما خبيتي عني شيء؟ لك من شان الله شو في سلمى؟ في مصيبة. خير ان شاء الله. مصيبة شو؟ ابني رامي. شو رامي؟ لو سمحت دكتور، ما في ينقل ابني لغرفة خاصة؟ الغرف الخاصة مليانة. طيب ممكن تشيلوا هالمريض من هالغرفة؟ مين حضرتك؟ أنا أمه. معقولة قبل ما تسأليني عن حالة ابنك عم تسأليني على الغرفة الخاصة وبدك طلعي الرجال المسكين؟ أنا آسفة. عموما ابنك مو مطول عنا، جبرت له رجله وفيكي بكرة تاخديه معك على البيت. يعني رجله مكسورة؟ لا مشعورة. من المفروض انه يضل بتخته وما يتحرك الا للضرورة القصوى. سمعت يا رب، سمعت يا أمي. انا بشوف انه تخمين خلود هو الاقرب. يمكن يكون حابب له شي وحده وطافش معه. طيب انا كيف بدي اتاكد؟ ما فيك تتاكدي لحد يتصل. انا يلي مرعبني انه بعمره ما صار معه شيء ما خبرني عليه. الا انه يقول لك انه ترك الجامعه واكيد بخاف عليك من الصدمه. يعني ضل هيك عم احترق ولا سافر؟ سلمى سفرك لفرنسا ما حيفيدك بشيء. انا عندي مجموعه اصدقاء بباريس. بكلف واحد منهم لانه عنده معارف كثيره يخاطب الجهات الرسميه وهن بدوروا عليه. هذا اذا كان لساته لهلا بفرنسا. اكيد لساته هونيك. طب خلاص انا بتولى الموضوع. يا ريت يا سمير، معروف ما بنسى لك يا بحياتي. سلمى ملاحظه انه هاي اول مره بتقولي لي سمير حاف؟ اذا قدرت تعرف لي وينه ما رح نادي لك الا سمير. وليش كل هالقد هيك جاي على حالك؟ ان شاء الله سمير خليني بهمي. سمير مرة تانية؟ عموما ستي هلا فينا نحكي بالموضوع يلي جبتك مشانه. اتركي من ايدك. شو اترك؟ سكين. وليش بقى؟ خولة، بدي اقطع الكوسة اسهل شي. اتركيها من ايدك بلا ما تجرحي حالك. السكين مو حد ليكي. خلود، هلا معقول رامي يكون بده يتجوز وحده؟ مو انتي اللي قلتي انه حابب وحده تانية؟ انا كنت عم بتحذر، رامي ما بيعمل هيك شي. لانه حابك ما؟ ايه لانه بيحبني. حابك بيقوم بيحب غيرك؟ شو هيك تروحي تلتهي بدروسك؟ لا والله ما حذرتي. لا. ليش لا؟ لا يعني كلف غيري بهيك مهمة. عندك 5 باحثين اجتماعيين بالدائرة. بس يا سلمى انت الاجدر بيناتهم، وانت الوحيده اللي معك ماجستير بعلم النفس. بعدين هدول مو 1 و2، هدول 9 اشخاص.
لا هن 8 لانه في بيناتهم طفل صغير يا حرام. سلمى صدقيني انت الاقدر والاجدر على ان تفوتي القلوب هدول العالم وتاخذ اللي بدك اياه منه. هاي المهمة اللي اخترت لي اياها يا استاذ سمير، اني اقعد اتحاور مع مصابين بالايدز. انا ممكن اتعاطف معهم، اشفق عليهم، بس اني اقعد اتحاور معهم وادخل لاعماقهم، لا مالي قلب. ارجوك تعفيني، ما بقدر اقعد معهم بالساعات. طيب يا سلمى، مثل ما بتقعدي مع المجرمين وبتحاوريهم وبتقعدي مع بنات الهوى اللي تعرفي ليش انحرفوا، نفس الشيء. المجرم شيء ومريض الايدز شيء تاني. صحيح بدي منك كتاب لحتى يسمحوا لي بزيارة السجين صلاح مرة تانية. ولا شو زيارة تانية؟ معنى اللي بعرفه انك اخذتي كل شيء بدك اياه منه. بتفرق بين انه يكون بقيان له شهر ليموت وبين انه يكون بقيان له يوم واحد. بكره المساء موعد اعدامه. وبتتوقع انه غير اقواله؟ لا حابة اشوفه، اعرف توجه مشاعره بالوقت الراهن، مو بقيان من حياته غير ساعات. انت تعاطفتي معه وحبيتيه، ما هيك؟ ما بنكر. مثل ما بدك. نرجع لموضوعنا. موضوعنا منتهي يا استاذ سمير، انا على المصح ما بروح على قطع راسي. بتعرفي سلمى، بتعرفي انك عم تفاجئيني يوم بعد يوم؟ قول شو ما بدك. واذا قلت لك انه انا مصر؟ بقول لك اني مصرة اكثر منك، واذا عندت بقدم لك استقالتي. يا اخي في غيري، كلفهم بهالموضوع. انا ما راح اكلف حدا غيرك، ولانك تسرعتي راح اعطيكي مهله لحتى تفكري منيح. يا استاذ سمير ارجوك لو سمحتي. انتهى النقاش بيناتنا. مع السلامه. طيب هذا رفيقك ليش لا تجيبه معك؟ ضيفه جاي من برا. مو مشكلة جيبه، أنا شو فرقة معي؟ كيف؟ إيه عندي رفيقة. لا رفيقتي مو خرج هيك طلعات. طيب بحكي معه وبشوف. على كلين أنا الساعة 2 بكون عنكم. ماشي، باي. فتونة حبيبتي انتي، شو رايك نروح نتغدى انا وياكي برا؟ ليش وين بدك تتغدي؟ يا ستي بدي اتغدى مع شاب اسمه نزار ومع رفيقه، بس رفيقه ما بعرفه. ايوه وانا شو بياخذني معك؟ حبيبتي هو جايب رفيقه معه، معناتها انتي بتروحي معي، يعني مو حلوه اروح لحالي اتغدى مع شابين. يا نايد ناس انا ما بعرفهم، كيف بدك يعني اقبل عزيمتهم؟ لك ستي بتتعرفي عليهم، بعدين هي طلعه عاديه، يعني بنتغدى ومندردش شوي وبنرجع. لا فاتن حبيبتي صدقيني هذا نزار شاب كتير ظريف وآدمي وابن عيلة، واكيد رفيقه مثله، مو مثل هذا الدب مجيد. يعني انت بتحبيه لنزار؟ رجعنا للحب والحكي الفاضي. حبيبتي انا ما حبيت ولا رح حب، فهمي بقى، رجعي اسأليني. ها طيب يا ناهيد، طالما انت ما بتحبيه ليش لحتى تعدي معه؟ انت الظاهر وقت بحكي معك انا انت ما بتستوعبيه. لك عم بستوعب بس ما بقدر افهم. لك يا فاتن بلا هي التعقيدات تبعك، صدقيني الدنيا حلوة وقت بنفهمها، لك وقت نعرف نعيشها. ما بقدر اختي، اذا حسيتي باي شيء مو طبيعي او حدا ضايقك دغري بنرجع. شو هتروحي معي ولا لا؟ لا تصطفلي، خليكي قاعدة هون بين 4 حيطان لحالك. فكركم ليش طلاب المدارس عم بيطلعوا نصهم حمير ونصهم طنبرجية؟ روحوا لما فيي، روحوا. فكركم يا بنات ليش طلاب المدارس نصهم عم بيطلعوا حمير ونصهم طنبرجية؟ لك كله عم يركض على الكرسي والكرسي يا حرام مخلوع على رجليه. فكركم ليش طلاب المدارس يا حرام نصهم عم بيطلع حمير ونصهم طنبرجية؟ كله عم يركض ورا الكرسي والكرسي مخلوع على رجليه. فكركم يا شباب ليش
ليش طلاب المدارس نصهم عم يطلعوا حمير ونصهم طنبرجية؟ كله عم يركض ورا الكرسي والكرسي مخلوع على رجليه. شلون يعني بدي اقعد ما اتحرك؟ انا ساعة واحدة ما بتحمل اقعد بالبيت. الله يصلحك يا ربيع. لك امي انا كم مره قلت لك سوق على مهلك. بدي ضايع عليك يا ربيع تترك الموتور. لك ما حدا ركب الموتور الا وحمل كفنه معه. فكرك الموت مو اريح يعني؟ عيد الشر عن قلبك. تخافي علي من الموت يا امي؟ لك امي انت شو صاير لك؟ مثل مالك شايفة مكسر. اصبح اترك لي هالموتور، بيعه، خلي ابوك يشتري لك سيارة. انا كم مرة قلت لكم انه السيارة بتخنقني، ما بقدر اتنفس فيها. على الموتور بفوت الهواء نظيف على الرئتين، وخاصة لما بطلع من البيت. قلي كيف عملت الحادث؟ كيف بيصير الحادث يعني؟ اثنين بيضربوا ببعض. وعلى مين الحق؟ على مين انت حابة يكون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جايين نفتح ضبط بالحادثة إذا سمحت. الشوفير العمومي ما له علاقة، أنا اللي دخلت فيه ومستعد صلح له، وقد ما طلب قتله ضرر أنا جاهز تكرم عينه. هيك ما حنتفق يا فاتن. إذا عقلك بده يضل حجر كتير رح نتعذب بالعيشة مع بعض. كأنها عم تقلي اطلعي من بيتي. وين بدي روح؟ وين بدي روح؟ انت ما بتستحي، لك ما بتستحي. يا اخي والله ما سويت شيء، والله ما سويت شيء. مثل عارف تنفسني شوي، هي طبخت وكنست وسويت كل شيء بالبيت، بعدين شفت عينك مستقبلني حدا. ليش انت بتعرفي انت بيطلع حدا بوشك؟ بتعرفي انت شباب الضيعه بنطوا بخلتك؟ ما بتعرفي كم ازعر في بالضيعه وكم واحد حابب يعلم علي؟ ولا هاد انت اللي بدك اياه؟ انا هيك بدي، انا هيك بدي. ايه هيك بدك؟ بدك تحطي راسي بالطين. ايه والله بذبحك وبجعل الله ما خلقك. طب خلص رجع على البيت. ايه روحي على البيت، ما في طلعه بنوب. رجلك على رجل يمك، بتتمي معبوره فيه. ما بتعرفي كم شاب من شباب الضيعه حاطط عينه عليكي هون؟ مو عاجبك كلامي ما هيك؟ لا اخي عاجبني. ايه لا مو عاجبك، عاجبتك سمعت ساميه بنت ابو اكرم، ساميه اللي ابوها ما بيحسن يحط وشه بوش حدا من اهل الضيعه. حابه تصيري مثلها ما هيك؟ بس والله انا كثير ظلم ولا ساميه. خلص. الو، مرحبا ناهد. انا مو ناهد. مين حضرتك؟ ناهد وينها؟ طلعت من البيت. مع مين طلعت؟ مو مع حدا، لحالها. لوين؟ ما قالت لي. طيب انت شو اسمك؟ ما قلت لي. مين حضرتك؟ طيب قد ايه عمرك؟ لو سمحت. طيب قولي لي، انت اصغر من ناهد ولا اكبر؟ احلى ولا جايه على الموعد معه ولا؟
حسان وين انت؟ أهلين عمتو. شو عم تعملي؟ ما عم بعمل شيء. لا تسكري الباب لأنك بدك تجي عنا. شو في عندكم؟ عازمينك أنا وأختي على الغدا. وشو طابخة أنت وأختك؟ متبل باذنجان ومتبل كوسة ومقالي رح تاكلي أصابيعك وراهم. وإذا ما أكلت أصابيعي؟ أنا باكل لك إياهم. تسلمي بقلبي. ست رامي هاي رسالة لكم وصلتنا على البقالية. رسالة من فرنسا يا خولة. من رامي ما؟ روح هلا بعدين تعطيك بخشيش. إن وصلتك رسالتي صباحا فصباح الخير، وإن وصلتك مساء فمساء الخير. سامحيني يا أمي لأني تركت الجامعة مضطرا، ولكني سأعود إليها. ماما أنا بخير، لا تقلقي علي، وسأوافيك بأخباري الطيبة قريبا. اشتقت إليك جدا جدا جدا، واشتقت إلى خلود وخولة وإلى الشام كلها. ابنك البار رامي. هاي هي رسالتك يا رامي؟ كم كلمة؟ جيني. شكرا. فاتنة بتستحي. البنت اللي بتستحي احسن من اللي ما بتستحي على القليله. بحياتها ما عرفت رجال لهالدرجه؟ البنت مثل القطه المغمضه. انا خلي لك اياها تفتح. انتوا بس مهلوني فتره، بركي بنرتب لنا موعد ونجتمع فيه سوا. طب كيف؟ بنطلع انا وياها على شي مشوار ونجتمع فيكم على اساس صدفه. من دولة؟ ليش عم تقول وليه؟ انت ما حدا حكى معك. بس البنت قاعدة معنا حبيبي. كانت قاعدة معكم، هلا تطلع معي. ما حذرت. معناته بناخذها بالزور بعد ما نطربق المحل فوق رؤوسكم. ما اسمع شو قلت؟ يعني ارتاح بالك هلا؟ يمكن لأنه طمني عليه، بس بذمتك هي رسالة بيبعتها لأمه بعد كل هالمدة. بس ليش مكاتب تاريخ الرسالة؟ يمكن بعتها بعد ما ترك الجامعة. عمي، معقول يكون رامي متزوج؟ لا يمكن يكون حابب مثل ما قلتي، بس متزوج لا. ايه حتى لو كان متزوج ما حدا بياخد غير نصيبه. ما بدي اسمع منك هالحكي تاني مرة. رامي إلك وانتي إله، حتى لو كان حابب، حتى لو كان متزوج. مين متجوز رامي؟ عم نقول يمكن. اي صح له، لو فضل الدنيا كلها ما حيلاقي مثل اختي. ايه والله يا خولة، ايه والله. ان شاء الله يكون متجوز، اصلا انا ماني متحمسة لهالجوازة ابدا. لساتك قاعدة؟ قومي الكوسة والباذنجان رح يحترقوا. بسيطة سلمى، بسيطة. يعني هي مو المأساة الوحيدة بهالدنيا، وانت اللي بتعرفي قد ما كان الواحد متماسك وجبار، لحظة بشوف الموت بده ينهز وصلاح بضله إنسان. قبل ما أنسى، أنا حكيت لك من شأن رامي، أعطيتهم أوصافه، قلت لهم يمروا على الجامعة لحتى ياخذوا صورته وينشروها مشان يكون البحث عنه بشكل رسمي، يعني هو طالب عنهم، يمكن يكون مخطوف. مخطوف؟ سن وقت الواحد بيختفي بحطوا عدة احتمالات، والخطف واحد من هاي الاحتمالات. يعني احتمال خطفه قائم؟ لك يا ستي مين بده يخطفه؟ لا هو مليونير ولا ابن مليونير. غالبا الموضوع موضوع علاقة حب. بقى شيل الخوف من قلبك وريحي لي راسك. الظاهر ما رح نتفاهم إذا ما شربنا قهوة.
الو يا ابني. 2 عبيد، 1 سادة 1 وسط. هدول اللي معهم مصاري، البياع والشاري، لنشوف كرمكم. لا الكبير برق قلبه على الصغير، ولا الصغير بيساير الكبير، وبر الوالدين القصب عبره يا سمير. لك ما حدا اخذ معه على القبر غير عمله الطيب، والكمن ما له جيوب. لك ما حدا حاطط على راسه ريش وعلى ابو الريش. ادفع بالتي يا حسن. ابو الريش ان شاء الله تعيش، ابو الريش ان شاء الله تعيش. سلمى، انت بتعرفي فيروس الايدز عن كم طريق بينتقل؟ بعرف، مالي جاهلة. معناتها في ممكن كتير ضحايا يكون منهم. المهم أنا كيف بشوفهم. معناتها سلمى انت هيك عم تتهربي لحتى ما تعترفي بقسوتك عليهم. اذا بدك تشوفيهم صح اعرفيهم على حقيقتهم. مالي مضطرة وجه راسي. لو كنت أنا الوحيدة اللي ممكن تقوم بهيك دراسة كنت أخذت وعطيت معك. سلمى صدقيني بأنه أنت الوحيدة. أستاذ سمير، أنت بتعرف شو يعني تقعد مع حدا ويكون شاذ؟ سلمى اسمعيني منيح. شو ذنب المريض اللي بينتقلوا المرضى عن طريق طبيب الأسنان لأنه الدكتور مو معقم أدواته؟ أو إذا نقلوا له دم بعد حادث سيارة والدم طلع فيه فيروس، هذا شاذ. طيب هي الزوجة يلي نقل زوجها المرض بعد خيانة من خياناته، شو ذنبها هي كمان؟ شو ذنب جنينة يلي هي كمان نقلت له المرض؟ في بالمصح مرة وابنها؟ هلا صار عمره 1 سنة وحالته أصعب من حالة أمه. معقول؟ قولي لي هذا الطفل شو ذنبه؟ ولا أمه شو ذنبها؟ ذنبها إنها ما عرفت تختار زوجها. لا معلش سلمى، معلش، مع احترامي لإلك هذا الكلام ما بينسمع. هذا عنوان مركز مكافحة الإيدز ورقم الدكتور مازن مدير المركز. اتصلي فيه وبنسقي أنت معه. تفضلي. ما رح أقدر، ما رح أقدر. معلش سلمى، خليها معك ممكن تقدري. أنت عم تعذب حالك معي بدون فايدة. وأنا قبلان يا ستي. هدول أكثر ناس محتاجين للرعاية والاهتمام والتعاطف، والسرية مطلوبة. يعني ما لازم حدا يعرف إنه مصابين بالإيدز. أنا أصلاً ما رح أعطيك أسمائهم، رح أعطيك أرقامهم، لأنه لكل واحد منهم رقم. طيب كيف بدي أتحاور معهم وأنا ما بعرف أسمائهم؟ يعني هيك كأني عم أتحاور مع بني آدمين مثلي ومثلك. أنا متفق معهم إنهم هن قدام الناس الغرب بيكونوا عبارة عن رقم، وهذا جزء من السرية والتكتم. أما إذا أي واحد حاب يعطيكي اسمه فالمسألة بتعود له، بس بهالحالة بصير لزوم عليك إنك ما تذكري اسمه قدام أي مخلوق مهما كانت الأسباب. واضح سيدي سلمى؟ إيه واضح واضح. وهي أضابير المصابين الثمانية اللي عنا بالمصح. الأستاذ سمير قال لي إنه 9. الأم وطفلها رضيع حطيناهم بإدبارة واحدة. يعني المرضى مو سوريين بس، من بلدان عربية مختلفة. هذا ترتيب UNDP. المهم بكل إدبارة في استمارة خاصة بالمريض، بالإضافة لبعض المعلومات اللي جمعناها عنه قبل الإصابة. طبعا ممكن يكون 90% من المعلومات غلط، لأنه نحن أخذناها منهم لما حكوا، وأكيد لما حكوا ما حكوا كل شيء، يمكن بدافع الخجل أو الحرج. مهمتك سيدي سلمى إنك تطالعي منهم اللي أنا ما قدرت طالعه، بس ما بدي منك لا تهيؤات ولا تصورات ولا تخمينات.
حقائق ثابتة قدر الإمكان، بتحكي لي فيها عن تدرج حياتهم السلوكية والبيئية والتربوية من وقت لما كانوا صغار لحد إصابتهم بالمرض، انتهاء بوجودهم عنا بالمصح. وكل ما كانت المعلومات دقيقة وحقيقية كل ما قدرت تساعدينا بحملة التوعية اللي شعارها كسر حاجز الصمت، بمعنى أنه مرض الإيدز مثله مثل أي مرض تاني، لازم الناس تعترف بوجوده، ولازم تعرف أنه خطره كل ما له عم يتفاقم لحتى نقدر نحاصره. امتى بتحب ابدا؟ كل ما أسرعتي بيكون أحسن. أنا برأيي تقري الأضابير وتاخدي فكرة عن المرضى. قراءتهم ما بتاخذ معي ساعتين. معناتها مستعجل كتير، وهذا شيء ببشر بالخير. سيدي سلمى، اقري الأضابير، ولما بتكوني جاهزة اعملي لي تليفون ونطلع سوا على المسرح. عن إذنك. الله معك. وليه ما ينتشر هذا المرض عنا؟ الو الو، ازيك يا خالة ام رامي؟ اهلين يا ابني، طمني. لحد دلوقتي ما ظهرش، انما انا وزملائي رحنا لعميد الجامعة قابلناه وقلنا له انه في زميل لينا مختفي من مدة طويلة، واحنا شاكين يكون جراله حاجة. لا سمح الله. وهو اتصل بالبوليس على طول. هو رامي بعت لي رسالة. امتى؟ من كم يوم، بس مو قايل لي فيها شي غير انه ترك الجامعة. طب دي حاجة تطمن. يا رب ان شاء الله. وانا اول ما اعرف حاجة عنه هتصل فيكي. فوتك بعافية. طيب يا ابني، شكرا كتير إلك. الله معك، مع السلامة. هي مدام، كيف شايفة المصح؟ كأنه قطعة من الجنة. لحتى نحسس المرضى انه الهم قيمتهم بالحياة. هون غرفة العيادة والإسعاف، وهون مختبر الأشعة والتحاليل، وهي غرفة السيدة المديرة. تفضل مدام، عفرك على بقية المصح. معقول تكون انت رامي؟ مو معقول، لا مو معقول. مدام طولي بالك، يمكن تكوني غلطانة. غلطانة بابني؟
ابني اللي 23 سنة حاطط طبيعتني وعم بتأمله وعم علمه شو الصح والغلط. لا يا ربي يا رب تكون مو انت يا رب. لا أرجوكي مدام أرجوكي. لا هدي حالك شوي. المريض فقد ذاكرته. لورا واصل راسه مثل ما انك شايفه. بتعرفوا شو اسمه؟ للأسف لا. اجى لعندي من 3 أشهر على المركز وقال لي بكل جرأة وهدوء انه مصاب بالايدز. عملت له تحاليل وفحوصات، دخلته على المصح مع المصابين. بالاول كان ذاكرته نشيطة، قدرت افهم منه انه شاب سوري وكان عم يدرس برا، بس كيف اصيب بالمرض، شو اسمه، مين اهله، وين ساكن، ما رضي يقول شيء. وبعد شهر ازدادت حالته سوء وضعفت ذاكرته، شعر راسه. شو في يا دكتور مازن؟ ما في شيء دكتورة سامي، بس المريض رقم 9 بيكون ابنه للمدام. أكيد؟ ما عرفني ما عرفني لأنه كمان ذاكرته راحت. معقول ما يعرف أمه؟ لا، ذاكرته كلها ما راحت، بس ضعفت لحد كبير. أحيانا بترجع حسب الجرعات يلي بياخدها. جرعات؟ ممكن تتفضلي لعندي على المكتب. السيدة سلمى الباحثة الاجتماعية المكلفة من قبل مركزنا والUNDP بدراسة أوضاع المصابين. تفضل. حدا يقول لي اني عم احلم، حدا يقول لي انه اللي شفته كابوس فظيع. أنا مقدرة مأساتك، بس إذا وقع المحظور ما فينا إلا نتقبله على الأقل لحتى نعرف كيف نتعامل معه. أنا مو جبل، أنا من لحم ودم. كلياتنا من لحم ودم. معقول جاي أعمل دراسة عن المصابين عندكم لاقي ابني أولهم وأكتر واحد فيهم حالته متطورة؟ مو معقول. قديش بقيان له؟ مو كتير. مو كتير؟ يعني ممكن بكرة ما أجي لاقيه مثلا؟ لا يا مدام، العلاج يلي عم ياخده عم يخليه يقاوم، ومع انه اكتر واحد متضرر بين المصابين، مع هذا وكله هو اكتر واحد متأقلم مع مرضه ونادرا ما يشكي. وهلا فينا نرجع للمهمة اللي حضرتك جاي مشانها. المهمة؟ ايه، المرضى يلي عنا زائد ام زهير وابنها. بمين حبيت تلتقي بالاول؟ بمين غير ابني؟ والله انا رأيي انه يكون ابنك اخر واحد. وبركي ما لحقت اقعد معه. قديش كنت مشتاقة له، قديش كنت خايفة عليه. يا ريتهم خطفوه، يا ريتهم قتلوه. لا يا مدام سلمى، لا، شو هالحكي؟ انت اجيتي على المصح وعندك قناعة انه البني ادمين يلي فيه بيحتاجوا للرعاية والتعاطف والحنان والحب، وابنك واحد منهم. معقولة تتمني له الموت على انه يكون منصاب؟ واضح يا دكتور مازن انه ما احسنتوا اختيار الباحثة الاجتماعية. أرجوك تقدري موقفها دكتورة سامية، حطي حالك مكانها. حط حالي مكانها؟ أنا شخصيا حطيت حالي مكانها، ما قدرت أتحمل. بس يا دكتور نحن ناس متعلمين ومثقفين وحملة شهادات، وقبل كل شيء في عنا إيمان، وما بصير ننهار عند أول أزمة مصادفة. اللي صار بابني تسميه أزمة دكتورة؟ مصيبة، كارثة، بس وقعت وانتهى الأمر. لساتها سخنة وما رح تبرد لحتى موت. اسمعيني يا ست سلمى، أنا برأيي هلأ تروحي على البيت، ارتاحي واسترخي
وبعدين فكري إذا بتقدري تكملي المهمة ولا لا. وإذا كان ما بتقدري لا تستحي، اوعك تخجلي، قولي لا. وعلى كل أنا مقدرة الحالة اللي أنت فيها. مشان ما نضيع الوقت يا دكتور مازن، أنا رأيي تبعتولي باحثة أو باحث غيرها. واضح إنها ما حتقدر. أنت لاحظتي إنك ما عانقتي، مع إنك بتعرفي ومتأكدة إنه الإيدز ما بينتقل بالمعانقة. خجلانة لأنه بده يموت بهيك مرض؟ لا تخجلي قبل ما تعرفي العدوى كيف انتقلت له. مدام خليني اوصلك على البيت، انت فعلا لازم ترتاحي. تفضلي. خلي إيمانك بالله كبير. الله يعين على هالبلوة. بتسافر وبتغيب، ترجع لحضنها غريب، بلحظة صبر حلم انكسر، ما بيبرق وما يطيب، ما بيبرق وما يطيب. إذا قعدت فترة طويلة بدون ما أشوفك أكيد رح تنسيني. يا مساميح، مساميح! نعم سيد ربيع. لازم ينبح صوتي لتسمعي؟ كنت عم بشتغل بالمطبخ وحضرتك مسكر باب غرفتك. ساوي لي كاسة بردان. ما عنا بردقان. انزلي اشتري. حاضر. بعتي لي رائد. حاضر. خليه مفتوح. حاضر. يا سيد رائد. تكرهيني ما؟ يا أخي أمك مع مين قاعدة بغرفة الضيوف؟ مع الست هي والست ازدهار والست ام رامز. وشو عم يعملوا؟ يعني ما بتعرف عم يطقوا حنك. جوزها بيسافر من هون ورفقتها بيجوا لعندها من هون. بدك شي؟ تعال اقول لك، نزل لي عند محل السيديات، شوف لي شو في عنده افلام رعب جديده جيب لي اياها. امبارح سألته قال كل الافلام صرت شايفها. نزل شوف لي بركي جاب شي فيلم جديد. انا شلون بدي كمل عيشي بهالبيت؟ انا لازم اقول كيف بدي اجبر بابا وماما يغيروا حياتهم. ماما أنا أكتر شي بكره بهالدنيا هو النسوان، فما في داعي تحذريني منهم. ماما أنا أكتر شي بكره بهالدنيا هو النسوان، فما في داعي تحذريني منهم.
حتى خلود بتكرهها؟ يا خلود بنت خالي. يعني بتحبها ولا ما بتحبها؟ مبلا. مبلا شو؟ بحبها. رامي، بصراحة كيف شعورك تجاه خلود؟ والله ما بعرف. ما بتعرف؟ ما بعرف ليش بحسها مثل اختي. اختك؟ ايه اختي، يعني يا اما نحن عندهم يا اما هن عنا، ربيانين سوا. يعني شو يا رامي؟ ولا شيء. اذا حاسس انه زواجي منها مناسب ما رح اعرضك. ما رح تعارضني؟ ليش الزواج فيه مجاملة؟ إذا بدك تتزوجها عن قناعة. خلص نتزوجها عن قناعة. صحيح كنتي غلط يا سلمى. كل شي كنتي عم تعمليه لحتى تحمي ابنك كان غلط. ماما أنا أكتر شي بكره بهالدنيا هو النسوان. إذا مو من النسوان أخذ العدوى لكان من مين؟ وليه؟ مشان هيك ما قدرت أعانق ابني وحيدي، ما قدرت أعانقه. بس معقول اتركه يموت وأنا مو راضيانة عنه ومو مسامحته؟ معقول؟ شو ليش مقاطعتينا؟ ليش حبيبتي؟ يعني اليوم ما مريتي لعنا، مالك بالعادة؟ بالعادة كل يوم بتزورينا وبتطمني علينا. كان عندي شغل برا، هلا من شوي اجيت على البيت. من شوي اجيتي وهلا رايحة؟ كلفوني بالشغل بمهمة ولازم روح هلا. شو هي المهمة أمي؟ في مرضى لازم اعمل معهم حديث. يعني رايحة على المستشفى؟ ايه مستشفى. فوتوا قعدوا ليش واقفين؟ كيف بدنا نقعد وانتي رايحة على الشغل؟ معلش بأجل شغلي شوي مو مشكلة. لا عمي، انتي روحي واذا رجعتي بكير مري لعنا. اليوم نحن سهرانين لوش الصبح. اوف، ليش بقى؟ بدنا نتفرج على السوبر ستار اليوم آخر حلقة. يلا خولة. إذا ما تأخرت بمر لعندكم. ايه ماشي. يلا باي. الله معكم حبيباتي، مع السلامة.